لو انت ما عندكيش وقت ومستعجلة وعايزة تعملي غدا بسرعة تنزلي، او عندك شغل، او انت زهقانة ومش عايزة تدخلي المطبخ وتطبخي وتعملي الحاجات دي، ممكن اقولك على طريقة اكلة جميلة ما تاخدش معاكي بالظبط نص ساعة في تحضيرها وسواها وكلها على بعضها. انا النهاردة كنت مطلعة لحمة ستيك، طلعتها وطبعا تبلتها بالملح والفلفل وسبتها، وبعد شوية رحت حطها في الاير فراير. بعد ما استوت كنت انا عملت بطاطس، بس حطيتها قشرتها وعملتها صوابع زي ما انت شايفة، وحطيتها حوالي 3 دقايق في المية المغلية، يعني حطيتها في مية وخليتها غلت، وبعد كده برضو دخلتها الاير فراير. طلعت بالشكل الجميل اللي انت شايفاه، متحمرة ومقرمشة وطعمها حلو جدا. وقطعت بقى معاها شوية خضار، افوكاتو على بقدونس على طماطم شيري بقى، وحطيت على اللحمة دي حتة جبنة. الجبنة دي انا لسه جايباها، ما فيهاش ملح نهائي، قشطة كده يعني، عارفة، جبنة ما فيهاش اي حاجة خالص، تعتبر قشطة. وبعدين سخنت برضو عيش من العيش اللي احنا كنا عملناه مع بعض، على اساس ان انا ممكن اعمل ساندويتش، ممكن اكل كده اللحمة مع البطاطس، انا كده معايا البروتين ومعايا الكارب اللي هي البطاطس ومعايا السلطة اللي هي الخضار. ففي دي وجبة غذائية متكاملة وجميلة جدا وسهلة، صدقيني انا ما اخدتش فيها يعني بالكتير نص ساعة. ادي الاير فراير بتاعتي، انا حطيت فيها اللحمة وظبطتها وسبتها على كل جنب، اديتها 13 دقيقة، وقلبتها اديتها 13 دقيقة على الجنب التاني، بس دان. هي كده كانت استوت وبقت حلوة جدا.